الاحتفال ببداية السنة الأمازيغية بالبيض كان من قصر بلدية بوسمغون الضاربة في عمق التاريخ الأمازيغي الجزائري تقاليدا ولغة، ما أعطى للمناسبة بعدها التاريخي والمعنوي. وبمناسبة بأن المنطقة معروفة بأنها أمازيغية الأصل، خصوا هذه الأيام لإظهار التقاليد والعرف كوغر من بوسمون سوا سن الناير من زون الناير انني سكي 1950 تلا دوني تتبد خلبان تمازيغ تحمط تحط تصبيح تحيس الشان يتحيس تغوسي وين تصبيحين النايرو ينتي ددتنخ دواسو ارسمت فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا سو شربي ادي جنفة يدول لم تغت زماني التمسازة مويرات. بوسمغون ببعدها التراثي الوجداني تبقى عمقا تاريخيا وحضاريا لسكان البيض. بمناسبة هذه السنة الأمازيغية التي تكتسي هذه السنة بعدا دلاليا وشموليا أكثر من ذي قبل، السلطة أو الدولة بشكل عام انتبهت إلى أنه موروث حضاري للأمة الجزائرية برمتها وليس فقط لجهة معينة أو لفئة معينة أو لشريحة معينة. أعاد ترسيم الاحتفال بالسنة الأمازيغية ببوسمغون حاضنتها من سكان البيض، واجتمعوا حولها كدلالة على أنها امتداد لبعدهم الأمازيغي الإسلامي.